السلام عليكم. مرحبا بكم في دارنا بسلام، البودكاست اللي كنحاولوا فيه نخلقوا واحد اللحظة هادئة وسط هاد الزحام ديال الحياة ونهدروا من القلب بلا تكلف ولا ضغط. قبل ما نبدا نهدروا على البركة في الوقت، بغيتك تاخدي واحد النفس عميق وترخي كتافك شوية، حيت الموضوع ديال اليوم ممكن يبدل عليك بزاف ديال الحوايج بلا ما يحتاج تغييرات كبيرة في الحياة ديالك. أول حاجة خليني نسولك، واش كتجيك النهار كدوز غير بسرعة بلا ما تحسي؟ واش كتحسي براسك ديما كتجري وكأن الوقت كيهرب من بين يديك؟ واش الروينة في الدار والضغط والتفكير المستمر كيزيد عليك أكثر من الخدمة نفسها؟ إلا جاوبتي بإيه على شي وحدة من هاد الأسئلة، عارفي أنك ماشي بوحدك. هاد الشعور كيحسوا به بزاف ديال الناس، خصوصا الأمهات واللي عندهم مسؤوليات في الدار والخدمة. الوقت ما كيبانش لأنه عامر، ولكن الحقيقة هي أن العقل هو اللي عامر، وأغلب الضغط كيجي من التفكير قبل الفعل. كنبقاو نقولوا خاصني ندير وندير وندير، ولكن غير التفكير بوحدو كيتعب. باش نبسط ليك، البركة في الوقت ماشي كتجي من السرعة، كتجي من الهدوء. الصباح ملي كتفيقي كيكون العقل مازال كيصوب راسو لنهار جديد، وإلا عطيتيه المهام والمسؤوليات والروينة من الدقيقة الأولى غادي يتبلوكا وغادي يبدا النهار وهو مزروب بلا ما فهم حتى شي حاجة. هادشي علاش أول سر للبركة في الوقت هو بداي نهارك مع راسك ماشي مع الروينة. خدي غير 5 دقايق في الصباح، ديري قهوتك أو ما، المهم تكون لحظة هادئة متنفسة ما فيها لا تليفون لا ميساجات لا ضغوطات. هاد 5 دقايق كيصحوا الاتجاه ديال النهار كامل. تاني سر، ما تضخميش المهام. حنا خصوصا المغربيات كنديروا واحد القضية، نشوفوا 20 مهمة ونعاملوا معاها كلها بحالها ضرورية، ولكن في الحقيقة غير 4 ولا 5 هما اللي لازم يداروا اليوم، والباقي يقدر يتفرق في النهار اللي بعده بلا ما تحسي بالذنب. ثالث سر للبركة في الوقت، خدمي تقنية الموجات القصيرة، مثلا 15 دقيقة للترتيب، 15 دقيقة للكوزينة، 15 دقيقة للغسيل، 15 دقيقة للريست. هذا الأسلوب كيخلي الدماغ ما يحسش بالحمل الثقيل وكيعطيك طاقة تمشي لقدام بلا صعوبة. ورابع سر مهم بزاف، خففي من التفكير اللي كيسبق الخدمة. هذا التفكير بوحدو كينقص طاقة أكثر من الخدمة نفسها. كتكون الحاجة صغيرة ولكن في العقل كتكبر وحتى كتولي مرعبة. الحل، بداي غير بحاجة صغيرة وغادي تشوفي كيفاش الباقي كيتبه بسهولة. وخامس سر اللي الناس بزاف كيغفلوا عليه، الراحة ماشي تضييع الوقت، الراحة النفسية هي اللي كتجيب البركة في الوقت. ديري 10 دقايق في نهارك غير السكوت ولا الدعاء ولا التنفس ولا الضحك، وغادي تحسي بالفرق. حتى المقارنة كتسرق البركة. ما تقارنيش نهارك بنهار شي وحدة كتشارك روتين ديالها في السوشيال ميديا، راهم كيوريو غير الحاجة الزوينة، ما كيوريوش لحظات العياء والضغط والبكاء. البركة في الوقت كتجي من أنك تعيشي نهارك بلا جلدات بلا ضغط وبحب للبساطة ديالك. وغادي نوقف هنا ونكملوا في الجزء الثاني باش نزيدوا ندخلوا في الحلول العملية أكثر وكيفاش نخليو نهارنا خفيف بالنفس وبالعقل وبالقلب. شكرا لأنك كملتي الجزء الأول، ودابا غادي ندوزوا لمرحلة أعمق فيها حلول عملية أكثر باش البركة تولي فعلا جزء من نهارك ماشي غير كلام جميل. أول حاجة غادي نهضروا عليها في الجزء الثاني هي توزيع المهام. راه ماشي انتي وحدك خاصك ديري كل شيء، خلي أفراد الدار يشاركوك، حيث هذه تربية قبل ما تكون مساعدة. ولدك الكبير، بنتك، راجلك، كل واحد يدير اللي في جهده بالراحة بلا ضغط ولكن بانتظام. تاني حاجة، الدار ماشي خاصها تكون كاملة باش تحسي بالهدوء. الهدوء كيجي من الداخل، ماشي من الكوزينة اللي كتشعل ولا الصالون اللي ناقص ترتيب. هادشي كامل كيدار، ولكن صحتك النفسية ما كتعوضش. ثالث حاجة، ديري طقوس صغيرة كترجع البركة، مثلا فتحي الشباك الصباح وخلي الشمس تدخل، ديري موسيقى هادئة، ديري بخور تحبيه. هاد التفاصيل الصغيرة كتعطي الإحساس بالطاقة وبالبداية نظيفة وكتخفف الضغط. رابع حاجة، كتري من الوقوف. الوقوف يعني توقفي وسط النهار وتراجعي راسك،
شنو درت، شنو بقى، واش محتاجة نبدل الخطة دابا. هادي كتعاونك باش ما تبقايش غارقة وسط المهام بلا اتجاه. خامس حاجة، العلاقات والناس اللي كيدخلوا لطاقة نهارك. راه شي مرات ما كيكونش المشكل في الوقت، كيكون المشكل في الناس اللي كتعاملي معاهم. شي ناس كيشفطوا الطاقة وشي ناس كيعطيو الهدوء. حاولي تبعدي تدريجيا على الناس اللي كيديروا لك الضغط وقربي اللي كيعطيوك الأمان. سادس حاجة، خلي لنفسك حق الخطأ. راه الحياة ماشي خط مستقيم، كاين نهار زوين ونهار تقيل، كاين نهار الخدمة كدوز ونهار كتبقى معلقة، وماشي مشكل. المهم هو الاستمرار بلا قسوة على النفس. سابع حاجة، خلي نهارك يحترم طاقتك ماشي العكس. إلا انت عيانة خففي المهام، إلا انت مرتاحة ديري شوية زايد. البركة كتجي ملي كتعاملي مع النهار كشخص عنده إحساس، ماشي كبرنامج لازم يتنفذ بالحرف. تامن حاجة، النية. هاد الكلمة البسيطة عندها قوة كبيرة. مني كديري الأعمال ديالك بنية الخير ونية الراحة ونية البركة، راه كيولي النهار خفيف والدار تهلا فيك بلا ما تحسي. وفي الأخير بغيت نقول لك هاد الجملة اللي من القلب، إلا كنتي كتجري بزاف راه الكون كيقول لك بطي وخودي نفسك، خودي الإشارة وعاملي راسك بالرحمة، وغادي تشوفي كيفاش البركة كترجع للوقت وللطاقة وللحياة. شكرا بزاف لأنك كملتي الجزء الثاني. وإلا عجبك هذا البودكاست ديري لايك وتعليق صغير تقول لي فيه شنو أكتر حاجة لمساتك، وشاركيه مع شي وحدة ربما حتى هي محتاجة تسمعه. وبسلامة.